السلام عليكم الاخوات، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله. غنشارك معكم واحد الطويجين بالكفته ديال السردين، كيجي رائع الطاجين. يعني طاجين بسيط وفي نفس الوقت كله فوائد، يعني صحي 100%. خليكم معايا، كملوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر وتشوفوا معايا الطريقه. وما تنسونيش فضلا وليس امرا، ما تنسونيش لايك الفيديو والكومونتير زوين بحالكم باش يشجعني. ولايك الفيديو كما كنقول لكم ديما، راه كتنساو لايك ما كديروش ليا. ما حد كنقول لكم كتنساو لايك ما كديروه، ما حدكم ما كديروش. كنتمنى من الله هذا الفيديو هذا ديروا لي لايكات بزاف يطلع فيه، يعني دير هكا كلكم ديروا لايك، ما تنساونيش عافاكم لايك لايك لايك، كلكم ديروا لي لايك الفيديو. هاد الطاجين ديال الكفته راه ما تندموش عليه الا جربتوه، راه كيجي بنين 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 بزاف صراحه، راه كيجي خطير هاد الطاجين هذا. خليكم معايا، كملوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر وتشوفوا الطريقه. مرحبا بكم معايا كاملين. بسم الله على بركه الله. عندي هنا كيلو ديال السردين، كنشوفوا ديك السردين اللي تيكون غليظ باش تيكون هكا مهبر، ماشي ديك السردين اللي تيكون رقيق، ويكون السردين جديد كما كتشوفوا معايا. انا راه كتبان لكم السردينه في يدي عوجه، يعني السردين باش كنعرفوا السردين راه جديد ملي كنشدوا السردينه في يدينا كتكون قاصحه، ما كتكونش هكا فاش كنبغيو نحيدوا ليها الراس ولا كنحيدوا لها السنسل بزز باش كنحيدوه. كتكون هذاك هو السردين اللي كيجي بنين في الطاجين بحال هكا. ما نديروش السردين اللي ما يكونش جديد. كما كتشوفوا معايا كنشد ديك السردين كنحيد له غير الراس، ما كنحيدلوش ديك يعني ديك البشر ديك القشره ما كنحيدهاش، حيت انا غنحيد الجلده كامله. داكشي في الاول كنحيد له غير الراس والمصارن وكنغسلو مزيان بالماء. عاد كنرجع للمرحله الثانيه باش كنحيد له السنسل الدخلاني وكنحيد الجلده الفوقانيه. داكشي في الاول ما كنحيدش ديك القشره، حيت انا غنحيد الجلده كامله باش ما يديش لنا الوقت بزاف كما كتشوفوا معايا. من بعد ما حيدت له الراس والمصارن وغسلته مزيان صافي، دابا كنحيد الجلده وكنحيدو داك الشوك اللي كيكون في الجناب. كما كتشوفوا معايا السردين راه ملي تيكون جديد راه كيكون بصعوبه باش كتحيدوا له ديك الشوكه الوسطانيه. ولكن الا بغينا الطاجين يجينا بنين خصنا نديرو هكا كما كنأكد لكم السردين يكون جديد، ما يكونش سردين زعما كاين بعد المره كنمشيو نجيبو الحوت ما تلقاوش هكا سردين جديد، هذاك ما تيجيش بنين. لا في الطاجين هكا لا مقلي ما كيجيش بنين، وما كيبقاش فيه حتى الفوائد ديالو اللي يعني اللي خصها تكون فيه، راه ما كتبقاش فيه ملي ما كيبقاش ما كيكونش جديد كيكون عندنا في الفريغو. والسردين ما تيبغيش الفريغو، السردين خصهم من البحر عند المستهلك نيشان. هنا كما كتشوفوا معايا كنحيدوا الجلده وكنحيدوا ديك الشوكات اللي تيكونوا في هكا في الجناب حتى هما كنحيدوهم. كنتمنى من الله يكونوا تعجبوكم الفيديوهات ديالي، ولا عجبوكم الفيديوهات ديالي ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم فضلا وليس امرا. وكتشجيع ليا فقط، يعني شجعوا اختكم باش انا نزيد القدام بهذه القناه ديالي. راه بعض المرات راه كنبغي نحبس، كنقول انا هذه القناه راه ما كنستافد منها والو، ولكن ولفتكم صراحه، ولفت كنحط معكم فيديوهات. وكنتمنى من الله نتوما تولفوني زعما هكا وتشجعوني باش نستمروا مع بعضياتنا. وشكرا لكم بزاف، شكرا للمتتبعين القدام، تنقول لكم شكرا بزاف، والجداد تنقول لكم مرحبا والف مرحبا. صافي هنا من بعد ما نقيت السردين ديالي كامل، حيت له الشوك، حيت له ديك الجلده، خليته على جانب وندوزو نديرو نصاوب الطاجين. عندي هنا 3 ديال الحبات ديال المطيشه كنحكوها. وعندي واحد الحبه ديال البصله ما غنديرهاش كامله، غندير غير النص ديالها. ما لقيتش عندي حبه صغيره، شي درت حبه كبيره غندير غير نصين، اللي نديرو حبه ديال البصله تكون صغيره. صافي هنا كنديرو التوابل، كندير واحد نص معلقه صغيره ديال القزبر المطحون، نص معلقه ديال التحميره، راس معلقه ديال السكينجبير، كندير واحد راس معلقه ديال البزار، واحد راس معلقه ديال الخرقوم بلدي، كنديروا شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، كنديروا شويه ديال زيت الزيتون، كنزيدوا شويه ديال القزبر ومعدنوس. صافي كنديروا الطاجين ديالنا كتشحر لينا هاد المطيشه والبصله مزيان، كيتشحروا لينا، عاد كنضيفوا الكفته.
هنا السردين ديالنا غنطحنوه، غنديروا نفس العطريه اللي درناها في الطاجين غنديروها مع الحوت. غنزيدوا واحد شويه ديال الشحمه ديال الكلوه تكون مطحونه عندنا، كتعطينا واحد البنه زوينه لهاد السردين. العطريه كما قلت لكم اللي درت في الطاجين كندير شويه سكينجبير، شويه البزار، شويه الكمون، شويه قزبر مطحون، شويه التحميره صافي. وكندير واحد شويه ديال الزعتر والثومه. هنا درت الثومه بودره صافي. كنطحنوا هاد الكفته ديالنا، كنزيدوا شويه ديال القزبر ومعدنوس، كنطحنوا هاد الكفته. كنزيد واحد العصيره ديال الحامض، صافي. من بعد ما طحنا الكفته ديالنا كنطحنوها مزيان. دابا انا كندير يديا في الماء وكنكور ديك الكفته الحجم، كل واحده دير الحجم اللي بغات، يعني كنكورها كتكون كبيره شويه. الطاجين راه كيطيب، طابت لينا مطيشه والبصله مزيان. صافي غنكورو الكفته ديالنا ونضيفوها على الطاجين. هنا من بعد ما تشحرت لينا ديك المطيشه والبصله مزيان مع بعضياتهم، غنديروا الكفته ديالنا غنستفوها في الطاجين. هاد الطاجين الصراحه راه كيجي رائع رائع، كيجي بنين بنين بالنسبه للدراري اللي ما تيبغيوش ياكلوا لينا السردين هكا مقلي ولا في المقله ولا في الفران. بهاد الطريقه راه كياكلوه ما كيحسوش به، كيجيو بحال كياكلوا الكفته ديال البقري. راه بالاخص ملي كنزيدوا فيه ديك الشحيمه ديال الكلوه راه كتعطيه واحد البنه. الطاجين راه كيجي رائع صراحه، كنتمنى من الله تجربوه حتى نتوما. راه كيجي بنين وفي نفس الوقت صحي، يعني ما فيهش مطيب زويزه بلديه، مطيب مطيشه، يعني السردين ما فيهش شي حاجه اللي صحي 100%. من بعد ما استفنا الكفته ديالنا كامله اللي درنا، غنستفوا هكا شويه ديال الفلفله من الفوق، نديروا هكا الطريفه ديال الحامض. صافي انا كنزيد واحد شويه ديال الحر، واحد يعني هذيك سودانيه. راه زدت واحد رشيشه ديال الزعتر، من بعد درت رشه ديال الزعتر من الفوق. هاد الطاجين كتواتى مع النسمه ديال الزعتر. وهذا هو الطاجين ديالنا كما كتشوفوا صراحه راه كيجي رائع. زدت مع شويه ديال الزيتون من الفوق، راه كيجي رائع على الطاجين. كنتمنى من الله تجربوه وتردوا عليا اخبار الكومونتيرات كي جاكم. وشكرا لكم بزاف بزاف على التتبع ديالكم القناه ديالي، وبسلام عليكم. الفيديو الجاي ان شاء الله.